الفيلم بيبدأ مع بطل مغوار وناوي ينتقم بأسلوب كله دمار. بنشوف بطلنا كين وهو في عربية ترحيلات تابعة للشرطة، متكلبش متبهدل، حالته كانت صعبة ووشه مليان ندبات وتشوهات وجروح قديمة واسنانه متكسرة ومتركب مكانها اسنان حديد مرعبة. كين كان واخد إذن خروج مؤقت تحت حراسة مشددة عشان يزور مامته في المستشفى. بيوصل كين المستشفى عشان يشوف مامته اللي بتبقى خلاص توفت، بس بيصر انه يشوفها ويودعها وبيبقى حزين جدا على موتها. بعد ما بيودعها بيتمكن من الهروب من الضباط اللي معاه وبيهرب بره المستشفى. طبعا هو بيبقى عارف هو رايح فين، اكيد البار. بيمنعوه الامن انه يدخل لكنه بيضربهم وبيدخل وما بيقدروش يمنعوه. بيبقى شكله مريب وبيطلب المشروب وبيسمع ناس في البار بتتكلم عن حادثة غامضة لسه حاصلة مع واحد فيهم، وبيبان ان دي عصابة وان كين هنا عشان العصابة دي تحديدا. بيعرف ان العصابة خايفة لدرجة ان رئيسهم هايد غير مكان مكتبه، والرئيس لينكولن امرهم ما يتواجدوش في الشارع لغاية ما الموضوع ده ما ينتهي. بيتكلموا عن انهم ممنوعين من الشارع علشان اولا في فلوس اتسرقت، ثانيا علشان صاحبهم روك اللي يعتبر اخطر واحد فيهم واكثرهم وحشية اتقتل ومعرفش يدافع عن نفسه على ايد مجرم مجنون قتله بوحشية وقطع ايده واخدها تذكار. الدماغ دي. بيحكي دون اللي كان موجود وقت الجريمة مع صاحبه المقتول انهم كانوا مع زباين وشخص غريب بيبص عليهم وشاف روك ايده مقطوعة. دون كان بيتعامل مع زباين بس شاف روك مسك سلاح وايده مقطوعة، جري ورا الشخص ده علشان يطارده بس هرب منه ما لحقوش وروك مات وايده المقطوعة ضاعت مش لاقينها. محسسني انها حاجة مهمة قوي. هنا كين كان بيضحك على الكلام اللي بيسمعه وبيستهزأ بكلام دون لانه مطلع نفسه 7 رجاله في بعض، وكين بيقول له انه مش باين عليه ابدا اللي بيحكيه ده. وطبعا دون بيتضايق ازاي يعني يشكك في قوته، وبيسأل صاحبة البار مين ده. بتجاوب بال ان الامن فكروا واحد من الاعضاء علشان كده دخل، وبيعرفهم كين انه صاحب قديم للينكولن. وبيضايقوا كين لما بيسألوه عن ندوب وشه. طبعا بال خايفة على البار بتاعها وبتمنعهم من الخناق، وكل واحد بيقعد في حاله. وبيكمل دون القصة لاصحابه وبيعرفهم ان لما روك مات الشرطة وصلت وهو اضطر انه يهرب عشان معاه مخدرات. بس كين بيقول له كداب، انت مشيت قبل ما الشرطة تيجي اصلا. وبيفكروا انه كان بيبص لهم. هنا دون بيفتكر اللي حصل وانه كان في شخص بيبص لهم من الجنب التاني حوالي 10 دقايق. راح روك ناحية الراجل ودون بيتعامل مع واحد من الزباين. فجأة بيبص على روك بيلاقيه ايديه اتقطعت، والراجل بيبص له بصة مخيفة. بيخاف دون وبيجري. هنا افراد العصابة بيعرفوا ان كين هو قاتل روك، ولسه هيبدأوا اشتباك. بتطردهم بال عشان مش عايزة مشاكل وهي صاحبة البار. بيدخل واحد من افراد العصابة وبيهجم على كين عايز ينتقم لروك، بس كين بيبقى سريع وبيوقفه وبيبقى معاه سلاح وبيهددهم بيه وبيجمعهم مع بعض علشان يعرف يسيطر على حركتهم، وبيهددهم بالقتل لو حد اتحرك. بيسأل كين عن لينكولن، وفي الوقت ده بيدخل هايد شريك لينكولن وبيسأل عن سبب الدوشة، وبياخدوا كين جنب عصابته. بس هايد بيشبه عليه وبيقول له انه يعرفه. بيتعرف هايد على كين علشان كين يبقى اخو لينكولن، وبيعرف هايد العصابة بتاعته ان كين كان عامل مهمة لحسابهم واتسجن 7 سنين. بيتضايق كين لما هايد بيحكي عن الندوب اللي في وشه، فبيقفل البار علشان عايز يصفي حسابه معاهم وبيطلب مشروب من بال. بيحاول واحد يتهجم على كين لكنه مسكتلوش، ضرب رصاصة على رجله وده خوف اصحابه وخلاهم يسمعوا كلام كين وخلاهم يحطوا موبايلاتهم في المية. بس صوت صريخ اللي اخد طلقة في رجله كان صعب، فاضطر انه يضربه وخلاه يغمى عليه علشان كان صوته مزعج. وبيعرفوا هايد انه هو اللي قتل روك، بس كين بيثبت التهمة لما بيرمي لهم ايد روك. هنا هايد بيعرف ان كين اتغير عن زمان وبان خوفه منه، فحاول يكلمه بشكل ألطف علشان خايف يتهور ويعمل معاه زي ما عمل مع روك. بيقعدهم كين وبيطلب من بال تنزل لهم مشروب على حساب هايد. في الأول بترفض بال، ولما بيفكرها كين إنه معاه سلاح بتعرفه إنها مش أول مرة تشوف مسلح، فعادي بنتنا قلبها جامد، لكنها لما بيكلمها بأسلوب كويس بتسمع الكلام. بيتفاجئ هايد إن السجن حول كين لقاتل ما عندوش قلب، بس كين بيقول له مش السجن بس، السبب ده انت واخويا، وبيضربه بالسلاح على وشه. وكين بيطلب منه انه يرن على اخوه ويقول له يجي علشان مشكله روك، وبيبقوا حابين يعرفوا الندبات اللي في وشه وتغيير منظره حصل ازاي. فبيبدا يحكي لهم كين، بيحكي ان كل اللي هو مر بيه ده بسببه هو واخوه. وبنروح فلاش باك مع كين لما بيفتكر المشكله بدات من فين. بيفتكر لما راح علشان يقابل اخوه ويكلمه في مشروع وكان شكله كويس وحياته لسه في ايده، كان طالب انه يساعده براس المال علشان عايز يبدا مشروع كويس ومحتاج منه فلوس، لكن اخوه بيرفض ان هو يساعده علشان شايف ان كل مشاريعه فاشله وخساره فيها الفلوس. بنشوفه بيعرفه ان مامته شايفه ان المشروع ده كويس وهيبقى مربح، لكن بيبان ان اخوه هو اللي رافض انه يساعده مع انه برضه بيحب مامته. بيعرفهم انه علشان اخوات مش عايز لما المشروع بتاعه يفشل يطارده هو ورجالته علشان ياخدوا الفلوس تاني. ادي الاخ ولا بلاش. وبيتضايق كين من كلام اخوه وبيقرر انه يقوم يمشي، بس اخوه بيوقفه وبيطلب منه يقعد تاني وبيقول له انه هيساعده بشرط انه هو ينفذ له مهمه وتفاصيلها مع شريكه هايد.
وبيطمنه إنها مهمة بسيطة. بيروح لهايد اللي بيبقى مستاء من فشل كين المتكرر في المهام، بس بيعرفه إن دي آخر فرصة ليه. المهم المرة دي إن في عميلة هتيجي عند هايد تاخد كيس فيه فلوس، وهي ماشية رايحة بيتها كان هيسرق منها كيس الفلوس، وطبعا لو اضطر هيضربها علشان ياخد الفلوس ويمشي، وبيوافق كين علشان محتاج الفلوس للمشروع. بيرجع من الفلاش باك للعصابة اللي بتقول له طب ما هو لحد كده كويس، انت ايه المشكلة؟ بيكمل كين اللي حصل له وبيحكي لهم ان المهمة دي انتهت بسجنه في سجن بالمارش، اكتر سجن عنيف ومتوحش في انجلترا، وهو ما كانش عنده اي سجل اجرامي اصلا. اترمى في السجن مع ابشع انواع المجرمين، وكان بيلاحظ ان هم بيتعمدوا يضايقوه في اي موقف علشان يحصل شجار، وكانوا بيحاولوا يقتلوه. اول مشكلة ليه كانت مع واحد ضخم جدا عدواني فضل يضرب فيه علشان عايز يقول له اسف، بس كين مسكتلوش وكان بيرد الضرب بضرب. بس المجرم ده كان في ناس كتير بتساعده، يعني العدد كان اكبر والضرب اللي كان بياخده اكبر. ومن بشاعة اللي مر بيه انهم لما اتكتروا عليه ونيموه على بطنه فتحوا بقه ودخلوا السلم في بقه، واحد ضربه ضربة قوية جدا برجله كسروا له فكه لحد ما بدأ يتحسن فكه. حطوا له اسنان من معدن كانت مخليها شكل اسنانه مخيفة، ومامته جات له زيارة وكانت حزينة جدا على الوضع اللي شايفه ابنها فيه. لما سألها عن المحامي قالت له انها مش معاها فلوس، وهنا بقى سألها عن اخوه وعرفته انه مشغول وهي مش عارفة تكلمه، فطلب منها تخليه يزوره ولسه هتمسك ايده الشرطي قال لها ممنوع. اعتذر لمامته ورجع للسجن الانفرادي اللي هو قاعد فيه، وكان بيتمرن علشان عايز يبقى اقوى ويعرف يدافع عن نفسه علشان اخوه اتخلى عنه، مش عايز يتواصل معاه ولا عايز يجيب له محامي. لما خرج من الانفرادي وقابل المساجين العاديين هجم عليه 2 مساجين بسكينة، كان القتال بينهم بالايد وكانت صف عينه، وكانت الخناقة عنيفة جدا لدرجة ان كين ضربه بوكس في وشه خلى الازاز اللي حواليه كله دم. والشرطة اللي جنبهم اخدت كين وفضل يقول لهم انهم هاجموه وهو كان بيدافع عن نفسه لكنهم ما اهتموش. بيروح كين للتحقيق وبيعرف المحقق انه كان بيدافع عن نفسه وانهم هاجموا عليه بسكينة، لكن كان خلاص اتفرض عليه عقوبة سنة زيادة كمان على مدة سجنه، وبعدها زود تدريباته بشكل مكثف اكتر وكان بيفرغ غضبه في التمرين. وبيحكي لهم كين انه بمرور الشهور والاسابيع اتحول للنسخة اللي هم شايفينها دلوقتي. بس هو كان دايما بيسأل نفسه هم ليه بيتعرضوا له مع انه كويس ومش بيعادي حد، لحد ما بقت الامور واضحة. عرف ان كل دول اخدها فعلهم علشان يتخلصوا منه، وان اللي يتخلص منه ليه 20,000 بالذمة. ده اخ ده ما علينا. طبعا كان مش مصدق ان اخوه حابب يخلص منه، وعرف هايد انه ممكن يقبلها منه هو علشان عارف انه شخص مش كويس، لكن اخوه ما ينفعش ما يقدرش يقبلها، وكل اسبوع لازم يتعرض لنفس محاولة القتل ويبقى في مواجهة شرسة مع باقي السجناء. لكنه خلاص اتعود واداؤه كان متحسن جدا وبقى بيضرب بشكل سريع وقوي ومحدد، يعني يصحى كل يوم لو ما اتخانقش يحس ان في حاجة ناقصاه. طبعا عشان ابننا محبوب لما لقوا انهم مش عارفين يتمكنوا منه، واحد من المساجين رمى على وشه مادة حارقة ووزعها على وشه عملت ندوب بشعة في وشه. طبعا المفروض نتعاطف معاه بعد كمية الألم اللي مر بيها، بس المحقق كان ليه رأي تاني، ضاف له 2 سنين زيادة على مدة السجن مع 5 أسابيع حبس انفرادي. يا دي النيلة. كان برضه بيكمل التدريب في الحبس الانفرادي، ولما طلع من الحبس واحد من المساجين حاول يقتله بسكينة وكين دفع عن نفسه ورد له الضربة، والمحقق كتر خيره حسبه قاتل زود له مدة السجن 1 سنة و6 شهور حبس انفرادي. بس خلاص كين ما بقاش يتضايق من المحقق ده وما عملش اي رد فعل، اتعود خلاص انه ضده، وحياته هي يخرج من الحبس الانفرادي يعمل مشكلة بره مع المساجين تدخل الشرطة ياخدوا المحقق يزودوا العقوبة وبس، لدرجة ان من كتر ما اتجنن خلاص بقى بيضرب افراد الامن، وده روتين 7 سنين سجن. في الوقت ده مامته بتزوره وبيبقى خلاص عايز يقول لها كل حاجة عن حقيقة اخوه، لكنها بتعرفه ان هي عندها سرطان وان هي مش هتعرف تزوره تاني. بيزعل جدا على مامته، بيقرر ان هو ما يزعلهاش وما بيحكي لهاش حاجة عن اخوه لغاية مامته ما توفيت، وبعتوه زيارة 5 ساعات ومعاه 6 رجالة امن وسيارتين شرطة وعربية مصفحة علشان ما يهربش من كتر ما بقى مجرم خطير. راح لها المستشفى وهو راجع ونزل في الاسانسير شرطي من اللي كانوا معاه بيوسع على فراق مامته، مرة واحدة هجم عليهم وتخلص منهم وهرب من المستشفى. بيعرف هايد انه ملحقش يودع مامته ووصل المستشفى بعد ما ماتت، وان لو ما تورطش معاه هو واخوه ما كانش دخل السجن وما كانش زعل مامته وكان واقف معاها في مرضها. وطبعا كين مش طايق هايد وبيطلب منه لحد ما اخوه يوصل ما يفتحش بقه. هايد بيقول له انه ما كانش يعرف انه غبي، وبيرد عليه كين ان حياته اتغيرت من اخر عملية عملها معاهم لما اخذ الشنطة الزرقاء من العميلة وجري وهي كانت بتجري وراه وعربية خبطتها. هو ما كانش عايز ان حد يموت بسببه، بس هي ماتت وهو اتقبض عليه ودخل السجن، والسبب في كل ده هو اخوه.
لما راح اسم الشرطة علشان يحققوا معاه عرفوه انها سيدة عندها 49 سنة وعندها 3 أولاد وعندها حفيدين. بيعترف كين للشرطي ان هو ما كانش قصده يقتلها، هو بس كان عايز يسرق المحفظة منها. راح قال له ان اخوه لينكولن هو رئيس عصابات مسؤول عن جرائم السرقة كلها في المدينة من 3 سنين، بيستغل حاجة الناس للمال وخصوصا اللي عليهم دين ويوظفهم في انهم يسرقوا. وبيعرف كين انه ما يعرفش حاجة عن الكلام ده، بس الشرطي بيقول له اسامي ضحايا اخوه، واخر ضحية الست اللي ماتت علشان رفضت انها تشتغل مع اخوه، وبيعرفوا ان هم اكتر من 150 من عائلات مختلفة. الشرطي بيعرفوا ان جريمة القتل غير العمد اللي هو عملها عقوبتها اخف بكتير من ان هو يكون شريك مع اخوه في جرايمه، فبينصحوا ان هو يعترف على اخوه، وطبعا بيرفض انه يعترف على اخوه. بيطلب الشرطي من زميله انه ياخده ويلبسه كلبشات، وبياخدوا الشرطي زميله وبيكلبشه وبيكلمه انه يتعلم يعمل الصالح ويعمله صح قوي كمان. بيلبس جلافز وبيبدا يعنف كين علشان يعترف، وطبعا كين متكلبش فمش هيعرف يتحرك. بس ابننا بيبقى سريع البديهه، بيتفادى ضرباته وبيدافع عن نفسه بضربه برجله وبراسه. بيفضل يضرب الشرطي في كين بكامل قوته وبيديله كام بوكس، وكين وشه بينزف وبيرميه على الارض وبيحط وشه على الارض وبيهدده بانه هيأذيه لو ما اعترفش. بنرجع لهايد اللي بيطلب من بال تفتح باب البار لان اخوه وصل وبيزعق عشان قافلين الباب. بيتصدم لينكولن ان شايف اخوه بره السجن ومسك عصابته ورافع عليه بالسلاح. بيكلمه بهدوء وبيعرفه انه فرحان انه خرج من السجن، بس كين مش بيتأثر وبيطلب منهم يحطوا الأسلحة والموبايلات على البار ويبينوا بطنهم ويخلعوا جزء من البنطلون عشان يضمن ان مفيش سلاح. بينفذوا أوامره وبيروحوا جنب باقي العصابة، ولينكولن بيطلب من بال مشروب مميز وبيطلب منه لينكولن يرفع السلاح عن هاد ويوجهه عليه هو. بيسكته كين لأنه هنا ملوش كلمة وهو المتحكم يعمل اللي حبه. بيشرب كين الكاس وبيطمن لينكولن على رجالته وبيعرفوه ان في واحد مضروب في رجله برصاصة بيشوفه لقى مات، وبيعرفوه انه قتل روك كمان. بيكلم لينكولن اخوه بيعرفه انه بيتصرف غلط ومش بيفكر كويس، بس كين بيعرفه انه بقاله 7 سنين بيحارب بعنف عشان ما يموتش على ايد المجرمين اللي اخوه طالب منهم قتله، واتطعن 6 مرات واتكسرت عظامه واربطته تمزقت، وبيوريه ندوب وشه واسنانه وتأثير السجن ايه، وانهم رفضوا يركبوا له اسنان كويسة عشان سلوكه. بيقول له هايد انه فعلا سلوكه فيه مشكلة، وبيضربوا كين ضربة عنيفة على راسه بالسلاح. بيعرف اخوه انه خرج من السجن قاتل مجنون، لكن كين بينكر وبينسب الفضل ده ليه هو وهايد علشان ضحوا بحياته عشان 20,000 جنيه مع مجرمين خطيرين ممكن يخنقوه علشان علبة سجاير. لكن لينكولن بيعرفوا انهم عملوا كده علشان اعترف عليهم، كانوا عايزين يخلصوا منه قبل ما يسجنهم. كين قال له انه ما قالش حاجة عليهم، لكن لينكولن عرفه ان الشرطي تبعهم، بس كين عرفهم انه بيتلاعب بيهم وهو ما اعترفش بحاجة ولا قال حرف. وكل ده حصل علشان صدق واحد غريب بدل ما يصدق اخوه. اخوه طلب منه يسأل الشرطي عشان يتأكد من كلامه، بس كين عرفه انه مش هيرد. وبيفتكر كين لما راح وقابل الشرطي بعد ما هرب، الشرطي كان ساب شغله وبيواجهه كين انه عرف اخوه انه اعترف، وده ما حصلش. بس الشرطي قرر انه يقتل كين علشان يتكتب عنه شرطي سابق يقتل مجرما دفاعا عن النفس. لكن انقلب السحر على الساحر ومات الشرطي. بعد معركة ضرب قوية بينهم ضربوا كين على دماغه ضربة جامدة وقتلوا. بيعرف هنا لينكولن ان اخوه خارج وهو حاطط خطة انتقام من كله، وتنفذ في الشرطي وروك والدور عليهم، فقرر يستعطفه ويفكروا بانه كان اسبوع صعب ووفاة امهم، وسألوا لو شافوا امهم، بس عرفوا انه وصل متأخر 20 دقيقة. لو وصل بدري كان هيقدر يقابل مامته ويشوفها لاخر مرة ويمسك ايديها ويعرفها انه بيحبها، بس معرفش عشان الحرس كانوا بيشتروا حاجة. سأل لينكولن انت كنت فين؟ عرف انه كان مشغول بشغله عن امه وسابها تموت وهي وحيدة معهاش حد، بس لينكولن عرفه انه هو اللي كان بيدفع لها كل مصاريفها، وحب يحسسه بالذنب ويعرفه انها كانت بتزعل جدا بسببه وبسبب سجنه. بس كين فكروا انه دخل بسببه هو وانه اللي ورطه في كل ده، لكن لينكولن بيعرفه انه محدش جبره وبيقول له انه خلاص بقى حر ومالوش حد، امهم ماتت خلاص ومالوش غيره، وانه يصلح حياته بقى. واجهه كين قال له طب والناس التانية اللي ضيعت مستقبلها؟ يقصد الناس اللي كان بيستخدمهم في السرقة وضاعت حياتهم بسببه. اتكلم عنهم هاد كلام وحش وانهم هم اللي فشلوا ومش عارفين يسددوا ديونهم. كلامه عصب كين، راح ضربه بالنار قتله. بيتعصب اخوه جدا وبيقول له انه كان ممكن يسامحه على راك وجاس، لكن بموت هايد مش هيسامحه وهيحاسبه. لكن كين بيوريه على التليفون صورة الحساب بتاعه وبيعرفه انه راح للمحاسب بتاعه اجبره انه يحول فلوسه كلها ما عدا 1,500 بس. وراله صورة الحساب، وهنا عرف لينكولن انه خسر كل فلوسه. سألته بالي يعني انت لما عملت كده خلاص انتقمت؟ عرفها انه بموت لينكولن هتسقط الديون اللي على عائلات الضحايا وكده هيكون ساعدهم. وبيعرفه انه لما راح زار مامته في المستشفى ده كان تمن انه يعترف للضابط على اخوه. بيحس كين ان المشروب فيه حاجه، بتعرفه بال ان هي حاطاله فيه حاجه. بتضرب بال راس كين بالازازه وبتبدا المواجهه بين كين ورجاله اخوه وهم بيحدفوه بالازايز، وبتساعدهم بال وهي بتديهم ادوات حاده، لكن كين بيمسك عصا قويه وبيضربهم كلهم
بيهرب دون والباقي بيضربوا ضرب كويس قوي من كين وبيعرفهم ان ده ولا حاجه جنب فطاره في السجن. بيدخل دون عليهم بسلاح بيفضل يضرب كله بس مش بيجي في كين، بياخد منه السلاح وبيضرب زمايله، بيمسك دون وبيديه بالرصاصه في دماغه وبيرزع دماغه في ازاز. بيضرب كين رجاله اخوه بشكل وحشي وبيكسر المكان عليهم حرفيا. واحد من رجاله اخوه بيحاول يضربه بسكينه لكن كين بيتفاداها وبيضربه هو بالسكينه وبتنتهي المعركه مع الرجاله. بيروح يواجه اخوه اللي بيبقى قاعد مستنيه وبيعرفه انه عمل كل ده وفي الاخر هياخد ايه؟ مش هياخد حاجه. بيوجع عليه السلاح وبيضربه لكن الطلق بيبقى خلصان، بس اخوه بيحاول يطعنه بسكينه وكين بيتفاداها وبيطعن اخوه لينكولن. بيعتذر لبال عن المشكله اللي عملها في المكان وبيمشي وبيوزع ثروه اخوه على عائلات 150 ضحيه. وافتكر هنا لما طلب من محاسب اخوه لما حول فلوس اخوه لحسابه ان هو ما حولش لحسابه اصلا، حول لحساب عائله الضحايا علشان يبداوا حياه جديده والمبلغ يساعدهم ان هم يحسنوا من حياتهم. هنا بيخلص فيلمنا على كده. اتمنى يكون عجبكم، اعملوا لايك، اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس علشان توصل لكم كل ملخصاتنا الجديده اول باول. سلام.